عشان اتكلم عن حد، بس انا ايه هتكلم عن نفسي، هقول لك ده انا ما اقولكش ده انا بعمل 1 2 3، ده انا ما فيش زيي. على فكره هي حاله واحده في الكوكب عندي، انا الوحيد اللي في الكوكب. على قد ما تقدر تتكلم عن مين؟ عن نفسك. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه خليك اناني ومستغل. يبقى تاني حاجه خليك اناني وايه؟ ومستغل. خلي كل الناس تخدمك. انت ما تخدمش حد. انت كده قاعد ملك متوج، حاطط التاج فوق راسك وكل الناس بتخدمك. قاعد كده قدام التلفزيون، الريموت قدامك، بس قول لهم قلبوا لي القناه. قاعد عايز تفتح المروحه والزرار وراك، انت لسه هترفع ايدك وقول حد يفتح لي الزرار. قاعد كده كوبايه الشاي قدامك وقول له هات لي كمثرى من الثلاجه. خليك مستغل، استغل كل الناس. خلي كل الناس تخلي كل الناس تخدمك. انت ايه؟ انت الملك المتوج. هيحبوك مش هيحبوك ما يجراك، ما ده بقى اللي عاوزه تكون شخصيه ايه؟ مكروهه. خلي كل الناس ايه؟ خلي كل الناس تخدمك. لو عندهم في البيت يجيبوا موز، كل الموز وسيب لهم القشر يعملوا بيه ماسك. هيستفادوا بالقشر. عند 4 حتت لحمه كل يا عم 2. انت في مرحله نمو اصلا، انت محتاج تاكل وتتقوى. انت احسن واحد في الكون، انت احسن واحد في الدنيا، وتعامل على كده. الناس هتحبك، الناس مش هتحبك. اوعى تساعد حد عشان محدش يستاهل. عارفين الهاشتاج؟ محدش يستاهل. هو كده محدش يستاهل. انت الوحيد اللي انت الملك المتوج. يبقى اول حاجه هتتكلم عن مين؟ تاني حاجه خليك شخص اناني ومستغل. تالت حاجه بقى ودي حلوه قوي ودي جميله احنا بنحبها، افشي كل الاسرار. اللي يقول لك سر قول له كبير، اخوك ده كبير، وشرف كل الناس في البيت. عارف اليوم السابع؟ عايزك تعلى بقى بايه؟ بالليفل، تبقى اعلى من اليوم السابع، تاخد جايزه احسن صاحبي، تاخد السر وتنقله. وايه كمان بقى؟ مش تنقله بس، هو انت هتنقله بس كده؟ حط بقى البهارات والشطه وكتروا الشطه عشان الموضوع كده يولع. واحد كده وواحد صاحبه يحكي له موقف، يقول له ده انا قابلت فلان وشديت معاه. انت بس هتسيبها شديت معاه، هتروح تقول له ده شد معاه وشتمه من وراه وجاب سيره عيلته وجاب مش عارف ايه وعمل له بلوك ومش عارف. بص حط بقى الفلفل والشطه بتاعتك دي بقى بتاعتك بقى، كل واحد وشطارته. يبقى على قد ما تقدر تعمل ايه؟ افشي كل الاسرار. وحد بقى يجي يزنقك، بس ما انتوا ممكن تتزنق يقول لك يا عم انت قلت كده. انا حد الله بيني وبين الكلام ده، انا ما بقولش ده، انا اتحط على الجرح بس هو بيولع بصراحه، مش بيولع. قول له كده. ولو زنقك اكتر قول له انا يمكن زنقت لسان، انا مش ممكن في وسط الكلام. يعني ايه؟ مش تفشي السر وبس، لا ده انت هتكون جبان كمان. بس دي بقى ايه؟ تبقى حاجه حلوه بالنسبه لك، انت كده شخصيه ايه؟ كرهتوني ولا لسه؟ لسه ده فاضل 7 نقط. يبقى اول نقطه على قد ما تقدر تتكلم عن مين؟ عن نفسك. ثاني نقطه خليك اناني ومستغل، انت الملك. ثالث نقطه افشي كل الاسرار. رابع بقى نقطه ودي بقى جميله، خليك حشري. عارفين الاوبر؟ عايزكم تجمعوا اوبر، تعرفوا كل اخبار الناس، بس محدش يعرف عنك حاجه. تعرفوا كل اخبار الناس. ما احنا هنطبق النقطه الرابعه، هنعرف كل الاخبار وهنعمل ايه؟ هننقل اخبار الناس للناس. تمام؟ يبقى خليك ايه؟ خليك فضولي. واحده كده صاحبتك تجيلك، انت بقى ايه؟ تروحي زياره لصاحبتك، تفتحي الدولاب بتاعها وشوفي عندها فساتين ايه، وخدي منها عادي من صاحبتك. افتحوا الثلاجه، افتحوا ثلاجات بعض. ايه يعني؟ عندهم تورته بيجيبوا تورته كولي وتطلعي وانت بصي ده غنيه عندها تورته. وصاحبك هنكون برضه لازم نكون ناس حشريه برضه. خد مفتاح صاحبك بتاع العربيه، يا عم يزعل يا عم انتوا صحاب. واحده كده تروح واحده، انا حاساكي ان انت يعني انت مش عايزاني اشوف فساتينك، على فكره احنا اخوات، انا بعتبرك ماي سيستر. فاهمين؟ خليكوا رخمين، يعني خليكوا مكروهين. يبقى رابع حاجه خليك ايه؟ خليك حشري. جمعوا اوكر على قد ما تقدروا. اعرفوا اخبار الناس على قد ما تقدروا. اوكر الاوكرا النقطه دي مش عندنا. يبقى تجمعوا ايه؟ تجمعوا اوكر. يبقى رابع نقطه خليك ايه؟ حشري. الخمسه تفتكروا ايه؟ قولوا لي ما انتوا بقى، يعني احنا لسه فاضل 6 نقط. التنفس بسرعه، خليك غضوب ماشي بتتقال. حلوه دي انا هاخدها. التريقه على الناس دي فعلا كام نقطه؟ 5. التريقه على ايه؟ الناس. هنسيب الناس في حالها؟ بتنمروا وتريقوا ورخموا على الناس. خليكوا ايه؟ طبعا لو حد يعني سمع اللي انا بقوله يعني من غير ما يفهم هيقول انا
صح؟ يبقى خامس نقطة التريقة على ايه؟ التريقة على الناس. واحد كده يا عيني اخته عاملة دايت فهو قاعد في وسط القعدة ظريف قوي بس عسل، فيقول عارفين اختي دي لما بتعمل دايت بتزيد 2 كيلو، فهي بص يعني خلي في كده ايه، خلي الناس تكرهك، تدخل القعده الناس تمشي وتسيبك. هو ده اللي انا عاوزكم تطلعوا. في ناس كده بتطلع القاب على الناس، يقول لك يا عم ده انت، انا مش عارف انت بتبص على المرايه ازاي، ده المرايه دي المرايه مش طايقاك. بص يا عم انت اصل بصراحه انت وشك شبه المكوى، فانا اسميك مكواني. فهو رايح يا عم المكوى هيكره نفسه، هيكره حياته. ايه؟ حاجه على فكره عندنا مثلا في الشغل بتشتغل اللي اسمه ديبا واللي اسمه بطه واللي اسمه مش عارف ايه. لا بس لا انا قصدي لقب يضايقك، يعني لقب يضايقك. قول. واحد كده يقول لك يا عم ده انت شبه الفار، انا هسميك الفار. خلي اللقب يضايقك، خلي الناس ترخم عليك، خلي الناس ترخم عليك. التريقة على الناس يا جماعه على قد ما تقدروا. يبقى احنا خدنا 5 نقط، كرهتوني اصلا ولا لسه؟ انا بديكم افكار. اول نقطه يتكلم عن نفسك، ثاني نقطه هتعمل زي مين؟ ثالث نقطه حشري، الرابعه افشل الاسرار خليك حشري، 5 التريقة على الناس. رقم 6 بقى اوعى، حلوه دي، اوعى ايه؟ اوعى تشجع حد. انا قلت لكم ايه في الاول؟ احنا ايه؟ احنا ملوك قاعدين على عرش، فاحنا هنشجع حد؟ هو في احسن مننا اصلا عشان نشجع حد؟ مفيش احسن مننا، فاحنا مش هنشجع حد، هننتقده واوعى تشجع حد. يبقى رقم 6 هننتقد واوعى ايه؟ هو في احسن منك؟ يبقى ما هتشجعها ليه؟ هو مش في احسن منك؟ يبقى تشجع عليه واحد قدامك بيعمل حاجه. يبقى انتقد وكسر واوعى تشجع. واحده يعني كده بنت صغننه يعني مثلا في 6 ابتدائي بتتعود يعني ايه ماسكه المكوى وبتكوي باباها القميص مبسوطه، فبتقول له يا بابا بص انا كويت لك القميص. قال لها هو كده مكوي؟ قالت له ده انا وقفت وكويت وقال لها ده انت قبل ما تكويه كان المفروض اكتر من كده. فهي اصلا البنت كرهت باباها وكرهت المكوى وكرهت الترابيزه بتاعت المكوى. هي اصلا هتعمل حاجه تاني؟ هتعمل له حاجه تاني؟ هي مش هتعمل له ايه؟ مش هتعمل له حاجه تاني. احنا قلنا الحد الجاي حد ايه؟ السامريه. المسيح مدح السامريه صح؟ بس اوعوا تكونوا زي المسيح. احنا هنشوف الواحده من دي، هندخل في تفاصيل حياتها وهننقضها وهنشتمها وهنتنمر عليها وهنطلع القطط الفطسانه زي ما بيقولوا. عشان انتوا ايه؟ لا انتوا احسن ما يحق، انتوا ملوك. تمام؟ ودي برضه بتقف في ايه؟ ودي بتدخل في تحت. انتوا عارفين كده لو اب وام مثلا مخلفين مثلا ناس عندها ثانويه عامه واولى جامعه ويجيبوا طفل صغير، فعارفين ده بيتسمى ايه في البيت؟ لا مش الدلوعه، بيسموه غلطه. تمام؟ فهو ايه بقى وهو ماشي يعني الواد الصغير هو متعقد، الغلطه راح الغلطه جه، انزل يا غلطه هاتي شيبسي، انزل يا غلطه هات لنا فطار، فالواد اصلا طالع متعقد. هو يعني ما شافش تشجيع من جوه عشان يشوف من بره. وعايز اقول لكم اللي ما بيشوفش تشجيع من جوه وما بيشوفش حب من جوه بيطلع يعمل ايه بره؟ يدور. فانا عايزكم تعملوا كده. يعني ما تنفوش عشان يطلعوا ايه؟ يدوروا بره. واحد كده يقول له اب كان يقول لولد ايه رايك تيجي تصلي معانا كنيسه؟ يقول له بص يا ابونا انا بصراحه الكنيسه بتاعتي ما بحبهاش. فيقول له ليه؟ قال لك اصل ضيقه، كنيسه بتشيل 400 واحد بس. ايه ده؟ هو زمان ما كانش عندهم بعد نظر، ما كانوش يعرفوا ان المسيحيين هيكونوا كتير كده ويقفل ابونا من الكنيسه ويقفل ابونا من الراجل اللي بنى الكنيسه. فاوعى تشجع حد. تمام؟ كده خدنا 6 كام؟ 6 نقط. لا 6 انا مركز. يبقى انتقد وكسر واوعى ايه؟ اوعى تشجع. واحد كده يقول لك يا عم انت يعني ما بتعرفش حاجه غير الغلط. يقول لك بص انا ربنا مميزني بميزه، انا اعرف الغلط فين بس ما اعرفش اصلحه. يعني هو يعرف الغلط ويشاور عليه بس ما يعرفش ايه؟ ما يعرفش يصلحه. هو ايه؟ عينه ناقده وهداه. بس دي حاجه حلوه عشان احنا ايه؟ لا ملوك، احنا ملوك متوجين على العرش. يبقى احنا قلنا كام حاجه؟ 6 حاجات. هناخد نقطتين ونراجع. النقطه بقى السابعه، تفتكروا بقى انا يعني طلعت عين الشخص ده وقعدت اتنمر عليه وبقيت حشري. ايه اللي جاي بقى؟ والشخص عارف وزعل. تفتكروا هعتذر؟ انا ينفع اعتذر لحد؟ احنا ملوك، احنا ما ينفعش نعتذر لحد. يزعل؟ انتوا قلتوا بقى انا ماليش دعوه.
يزعل انا ماليش دعوه، يزعل يزعل يا عم، هو انا اشيل مسؤوليه اللي زعلان واللي مش زعلان؟ انا مش انا مش هعتذر لحد. الاعتذار ضعف، اللي بيعتذر ضعيف. اوعوا تعتذروا، خليك على العرش فوق، اوعى تعتذر. محدش يستاهل انك انت تعتذر. وعارفين بقى لو انتوا عايزين تعتذروا او عاوزين تصالحوا حد ممكن تعملوا ايه؟ ودي بالذات في البيت للناس المخطوبين، عارفين تعملوا ايه؟ زوج وزوجه كده، زوج وزوجه كده، يعني الراجل ضايقها قوي، عشان يتضايق يعتذر، هو مش بيعرف يعتذر. فعارفين هو بيعمل ايه؟ يقول لها كوبايه شاي، اعملي كوبايه شاي، يعني ده اعتذار، اعملي كوبايه شاي. فانا عايزكم زي الناس اللي بتعتذر كده. اطلبوا الطلب، يعني الطلب ده هو اللي يفتح كلام، واقعدوا بقى سنين بقى ما تتكلموش، اقعدوا تعتذروا لحد، محدش يستاهل انكم انتوا تعتذروا. رقم 8، تفتكروا ايه بقى بعد كل الكلام ده؟ حط لنا 3 نقط، تفتكروا ايه؟ متهيألي قضيت عليكم. ماشي هنرخم، لا احنا خدناها الرخامه في نقطه ثانيه. مش هنعتذر ومش هنعمل حاجه. رقم 8، قطع الناس طول ما بيتكلموا. انا هو بتكلم، عايزكم تتكلموا اوعوا تتكلموا مع بعض، بس انا بعد كده لو حد جالكم اوعى تخلي حد يتكلم. ما ينفعش حد يتكلم وانت بتتكلم، انت الملك، انت القاعد على العرش، اوعى تخلي حد يتكلم وانت بتتكلم. ولو زنقك قوي بقى وعاوز يتكلم همشي. طب لو زنقك جامد بقى وعايز يتكلم سيبه وامشي، ما تديش لحد اهميه. ما ينفعش حد يتكلم اصلا وانت ما ينفعش حد يتكلم وانت بتتكلم. ولو هو بقى بيتكلم انت قطعه، يعني انت لو بتتكلمي انا عايز اقطعك، هيقول لك انا عايز اكلمك على، يقول له قصدك كذا، يقول له لا طب اديني فرصه، لا اكيد قصدك كذا، طب مش لا. مره واحده كده رحنا لابونا، فابونا قال له بقول لك انا بصراحه متضايق منك. قال له ابونا انت يعني متضايق مني عشان الموقف بتاع امبارح؟ قال له لا انا هقول لك. قال له طب يا ابونا عشان اللمبه اللي اتكسرت في النادي واحنا، قال له يا ابني طب اديني فرصه. قال له طب يا ابونا اكيد عشان الكوره اللي فرقت. قال له طب ما انت لو سبتني اتكلم هقول لك زعلان، بس انتوا ما تسيبوش حد يتكلم، محدش يتكلم وانت موجود. تمام؟ هاشتاج انت الملك. كده احنا كام قلنا؟ كام واحده؟ 8. 9. تفتكروا ايه بقى تاني؟ دماغكم بس الصليب اخذت. ربنا هو اللي شايل. رقم 9، خليك قاسي في احكامك. رقم 9، خليك قاسي في احكامك. تمام؟ وافتخر كمان بقسوتك. يبقى تاني رقم 9، خليك قاسي في احكامك وافتخر افتخر بقسوتك. واحد كده في مدرسه احد ولد صغير، الولد ده كل ما يروح مدرسه احد يقعد يلعب مع اصحابه ويضربه، فالخدام مش عارفين يعملوا حاجه معاه، فراحوا لمين؟ لامين الخدمه، فقالوا له فلان ده الولد الصغير ده احنا مش عارفين نتصرف ولا نتعامل معاه، فقال لك نروح زياره لبيته ونشوف هو اسرته وطبيعه الاسره بتاعته. فراح الاب قال له بص بصراحه ابنك يعني شقي شويه ومش عارفين نتصرف معاه. قال له ابني انا شايف انا ابني مربيه احسن تربيه، انا مربيه على التربيه الحديثه. فقال له ازاي؟ قال له تعالى اوريك انا مربي ابني ازاي. فيعني دخله كده الاوضه، عارفين السلم اللي بيتفتح 8؟ السلم ده اللي بيتفتح كده، فلقى يعني في بين السرير والدولاب سلم مفتوح 8 وحبلين. قال له انا ابني لما بيغلط بربط ايده بالحبل دي وايده بالحبل دي وبالقرباج وعينك هتشوف النور. قال له هي دي التربيه الحديثه. قال له بقول لك ايه، هو الشباب بتوع دلوقتي بيعرفوا يربوا؟ هو الرجاله بتطلع دي رجاله، انا بربي ابني على الضرب زي ما انا اتربيت. فهو بس هو مش قاسي بس في احكامه، لا هو كمان بيفتخر في بيفتخر بقسوته. زي ما قلت لكم خليك قاسي في احكامك وتفتخر بقسوتك. واحد كده راح يعني بيتكلم مع ابونا، قال له يا ابونا انت عارف انا علمت ولادي ازاي يقروا الساعه. عارفين الساعه كان عندنا مشكله فيها في ثانيه ابتدائي، صح؟ لحد دلوقتي؟ قريتيها؟ فانت يعني قال لك انت علمت ابنك ازاي؟ فقال له بص انا هجيب الساعه واقول له دي يعني العقرب الصغير والكبير، ادي الساعه 3 والفها 3 و5 3 و10 لحد ما توصل ل4، تمام؟ والفها له مره. دي الساعه كام؟ مثلا تكون الساعه 5 فيقول الساعه مثلا 4:15 بالكرباج وعلى جسمه. اعلمه، انا بعلم ابني. هو ابنه اصلا لحد دلوقتي مش ماشي بساعه، هو كره الساعات اصلا، هو كره باباه. برضه خليك قاسي في احكامك ده. واحده راحت لاب اعترافها وقالت له يا منى هو انا ممكن اكره بابا؟ فقال لها يعني المفروض لا، يعني ايه اللي بيحصل؟ قالت له بص بصراحه بابا متجوز ماما بقالها 25 سنه
واحنا لينا وجبه اكل في اليوم، يعني وجبه الغداء دي احنا بنقعد ناكل كلنا ايه، كلنا مع بعض. فماما تعمل الرز يعني ايه مستوي شويه، فيقول لها انت النهارده عامله رز معجن. فماما تاني يوم تفلفل الرز، يقول لها انت عامله رز مفلفل، هو مفيش وسط؟ تعمل خيار وسلطه، تعمل سلطه، فين الخيار؟ تحط له خيار، الملح مش مظبوط في السلطه، تعمل له سلطه ملحها مظبوط، ملحها عالي، عايزه تعملي ضغط، عايزه تموتيني الشاي، فاهمين؟ فما بتسيبش ايه، هما مش سايبين ايه، مش سايبين مامتهم في حالها، فحقها تكره باباها. ما هو على طول بينتقد، وعلى طول بيقول كلام سلبي، وعلى طول بيقول حاجات وحشه للام. فهي شايفه، فعلى طول ايه، الام كده تحب جوزها، مش هتحب جوزها. طب البنت هتطلع حابه جوزها ولا حابه الجواز؟ مش هتطلع. رقم 10 بقى. الكذب؟ لا دي حاجه بسيطه تتعدي. ايه؟ هقتله. ده ليفل الوحش. رقم 10 بقى، خليك عنيد زلطه. عارفين الزلطه؟ هي زلطه بتتكسر؟ لا، في زلط صغير ما بتتكسرش، او في زلط ما بتتكسرش. لكن لو قلت لك خليك عنيد طوبه، الطوبه بتتكسر، فانت ممكن ايه؟ انت ممكن يعني تكون عنيد بس هتتكسر ليك حد، لكن الزلطه بتتكسر؟ ما بتتكسرش. خليك عنيد ايه؟ الزلطه ما بتتكسرش. حد يقول لك يمين روح شمال، حد يقول لك شمال روح يمين، حد يفرض قراره عليك، اوعى حد يفرض عليك قرارك. يبقى انت لازم تكون ايه؟ لازم تكون عنيد. اوعى ترجع في قرار خدته حتى لو غلط، ما احنا مش هنعتذر. يبقى احنا بناخد قرار غلط، احنا كل قرارنا صح. اوعى ايه؟ اوعى تعتذر. ويجي كده يقول لك على فكره انا عنيد جدا، واللي مش عاجبه يتفرس، يلا انا مش مهم. خليك ايه؟ خليك عنيد قوي. زلطه ولا طوبه؟ زلطه. كفايه كده؟ ماشي. طيب اول نقطه اتكلم عن نفسك. ثاني نقطه ثالثه افشي الاسرار. الرابعه حشر. الخامسه اتريقوا على الناس. السادسه انتقد وكسر واوعى ايه؟ تشجع. السابعه او قطع الكلام. الثامنه اوعى تعتذر. التاسعه حاسب احكامك. العشره حلو، العشره نقط خلصوا. طيب علمونا بقى في المسيحيه عندنا حاجتين حلوين، حاجه اسمها المحبه، في سفر او في اصحاح كبير قوي عن المحبه. وعلمونا حاجه اسمها ايه؟ الاتضاع، صح؟ فاحنا لو خدنا كل النقط دي، احنا طبعا خدنا النقط بطريقه ايه فاني شويه، بس لو خدنا النقط دي وبدانا كده نحطهم تحت البند المحبه والاتضاع، هنلاقي ان المسيح بيقول لنا او الكنيسه بتعلمنا ان كل النقط دول مش احنا. كل النقط، شوفوا النقط دي واعملوا عكسها. يعني لو انا بتكلم عن نفسي، لا انا هروح اقدم اخويا عني. لو هو في خدمه هروح اقدم اخويا عني. لو حد بيقول لي ايه ده انت عملت الخدمه دي حلوه وجميله، لا ده فلان اللي عملت، ده فلان اللي عمل. طب في الشغل ممكن اقدم اخويا عني؟ في الشغل ممكن، يعني لو فيها تربيه، يعني لو انا بعمل كل الشغل ويقول لك برافو عملت، يقول لك لا اصل ده فلان اللي عمل، هيفيدوكي في الاخر، اخر الشهر هتمشي. لكن الشغل اللي دي ايه؟ حاجه معينه، لا ده في الشغل. لكن في الخدمه ممكن نقدم اخواتنا عننا. لو انا اناني ومستغل، لا ده انا هساعد الناس، ده انا هقدم حب للناس وهقدم مساعده ليهم. لو انا بمشي كل الاسرار، لا ده انا هسكت وهكتم كل سر اتقال. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، الناس قوي تحب الناس اللي تكتم اسرارها، تجري وراها كده عشان تقول لها سر وتفضل. تمام؟ لو انا فضولي وحشري اقول يا عم انا ماليش دعوه، انا مالي، خليني في حالي. تاني انا مالي، خليني في حالي. لو انا بتريق على الناس، يا عم انت كل واحد فيه بلاوي الدنيا، هيتريق عليك، الاقي اللي يتريق عليا. تمام؟ لو انا بنتقد الناس ومش بشجعهم، لا ده انا بالعكس، ده انا هشجع الناس علشان يطلعوا صف جديد. عايز اقول لكم حاجه، لو خدام الالحان ولا خدام التربيه الكنسيه ولا خدام الشمامسه ولا كل الناس دي قاعده تبصر في الناس اللي بتتعامل معاها، مش هيطلع لنا جيل جديد. بس الكنيسه بتاعتنا مستمره، قال لك من جيل الا ايه؟ من جيل الى جيل. احنا الكنيسه مستمره على طول بتقدم. لو انا بغلط هعتذر، ليه ما تعتذرش؟ الاعتذار ايه؟ الاعتذار قوة، القول هو اللي ايه؟ هو اللي بيعتذر. وعلى فكرة لو انا غلطت واعتذرت، انا عيب، يعني انا كشخصيا هترفع في عين، في نظر نفسي وفي عين اللي قدامي. قطع الناس طول ما بيتكلموا، يا عم اقعد ساكت، يا عم شوف الناس قالها كده ايه؟ اللي بيتكلم كتير فاضي.
هو انا قلت لكم الحاجات الوحشه كنتوا مبسوطين وساكتين، قلت لكم الحاجات الحلوه بقيتوا تتكلموا، يعني المفروض العكس. طيب رقم 8 قطع كل الناس، انتوا بتقطعوني دلوقتي. الشباب دول